تخيل طفل بيتولد في مدينة صغيرة على نهر دجلة. محدش كان يعرف إن الطفل ده بعد سنين هيغير خريطة العالم كله. احنا النهاردة بنتكلم عن صلاح الدين الأيوبي، القائد اللي وحد الأمة وحرر القدس. ولد صلاح الدين يوسف ابن أيوب سنة 532 هجرية في مدينة تكريت بالعراق، في بيت معروف بالشجاعة والعلم. كان والده نجم الدين أيوب من رجال الدولة الزنكية، وعمه أسد الدين شيركوه واحد من أعظم قادتها العسكريين. ابن الأثير بيحكي في كتابه الكامل في التاريخ إن صلاح الدين من صغره ما كانش بيميل للقتال، بل كان هادي الطباع وبيحب العلم والدين أكتر من السيف، لكن القدر كان بيجهزه لحاجة أكبر. في الوقت ده العالم الإسلامي كان ممزق، الخلافة العباسية ضعيفة والممالك متفرقة، والصليبيين بيتمددوا في الشام وبيت المقدس. لكن في وسط الفوضى دي كان في قائد بيحاول يوحد الأمة، وهو نور الدين محمود زنكي حاكم الشام. تحت راية نور الدين خدم نجم الدين أيوب وابنه صلاح الدين، وتعلم صلاح الدين معنى الجهاد الحقيقي، مش جهاد السيف بس، لكن جهاد النفس والإصلاح. وفي سنة 564 هجرية أرسل نور الدين قائده أسد الدين شيركوه إلى مصر بطلب من الخليفة الفاطمي اللي كان بيواجه اضطرابات داخلية. خرج صلاح الدين مع عمه في الحملة وهو لسه شاب صغير. ابن الأثير بيقول في البداية والنهاية إن صلاح الدين وقتها ما كانش متوقع يكون له دور كبير، لكنه أثبت حسن التدبير والذكاء، وكان دايما قريب من عمه بيتعلم منه القيادة خطوة بخطوة. ومع مرور الأيام وبعد سلسلة من المعارك والمكائد السياسية في مصر بدأ نجم صلاح الدين يظهر. كان بيلاحظ كل تفصيلة وكل خطأ، وبيتعلم إزاي يقود مش بس بالهيبة لكن بالعدل والحكمة. وزي ما بيقول عماد الدين الأصفهاني في كتابه الفتح القدسي، كان صلاح الدين إذا تكلم أوجز، وإذا وعد أوفى، وإذا قاتل لا يبتغي إلا وجه الله. وبعد ما توفى أسد الدين شيركوه في مصر، تولى صلاح الدين مكانه بأمر من الخليفة الفاطمي. وهنا بدأت فصول جديدة من القصة تظهر. فتى جه عشان يتعلم، وفجأة أصبح هو اللي بيقود، لكن لسه ما يعرفش إن الأيام اللي جاية هتختبره باختبار أعظم هيغير وجه التاريخ للأبد. انتظرونا في الجزء التاني عشان نكمل قصة صلاح الدين الأيوبي.